يعني ما ينفعش ان احنا نعمل فيها حاجه، هي قرارات نهائيه. طب ايه قرارات نهائيه؟ طب امال احنا رحنا لكم ليه؟ وبعدين انا عايز اقول لحضراتكم حاجه، اوعى تروح للكاس او للفيفا او لاي حد، هناك برضه هينصفوا الاهلي. لو رحت امريكا هينصفوا الاهلي، لو عملت اللي هينصفوا الاهلي، والاهلي هياخد الدوري، والاهلي بس هو اللي بيتنصف دايما. ليه؟ لانه الاهلي نادي جبار، نادي عظيم، نادي كل حاجه، نادي مصر. احنا موجودين بس عشان الاهلي يكسب، احنا موجودين بس عشان يبقى فيه دوري، احنا موجودين بس عشان هم ياخدوا نقط واحنا ناخد نقط. انما الاهلي نفسه انتوا بتنسوا، انتوا فاكرين الايام اللي بعد ما الاهلي انسحب من الماتش الاهلاويه نفسهم قال لك قرار غلط، كابتن بيبو غلط جامد جدا واحنا كده الدوري راح مننا. هوب لا الدنيا دخلت في الخلاط، طلع مشروب اسمه سوبر اهلي، مشروب كده تاخده وتاخد الدوري على طول. طب يا جماعه باخت، هي إيه يعني؟ لو ما فيش منافسه او ما فيش عدل او ما نقعد فيها ليه؟ يعني بنتفرج على ايه؟ وبعدين اوفر ان اباف، هو الزمالك كمان بصراحه رفض اي هديه، رفض اي تعثر، والزمالك مكفي على وشه برضه نفس الحكايه، تعبان وبيتعثر هل حد كان متخيل ان النادي الاهلي كان عندنا قناعه تصل الى حد اليقين ان ما حدش هيقرب للاهلي؟ كان في اللائحه، مش في اللائحه انه ليه؟ ده تاريخ بقى وموضوع طويل يطول شرحه، انما ما حدش بيجي على الاهلي. انا عمري ما شفت موقف كان الاهلي فيه طرف واتظلم او اتضر. الاهلي دايما كسبان، الاهلي دايما عنده منفذ، عنده حجه. يعني بعد شهور او اسابيع من اللجنه بتشوف وبتاع مش عارف ايه، وبعدين في الاخر قالت لك ايه؟ قالت لك على فكره يا جماعه احنا مالناش دعوه بالموضوع. طب ما قلتوش ليه من الاول؟ احنا قاعدين كل ده وهاتوا ده وابعتوا لي القرار واسمع فلان وعلان، ثم والله اصله القرارات بتاعت الرابطه يعني ما ينفعش ان احنا نعمل فيها حاجه، هي قرارات نهائيه. طب ايه قرارات نهائيه؟ ما حدش هيتفرج عليها. هو لما يطلع الدوري المصري ترتيبه الاخير في كل الدوريات ده ليه؟ ما حدش فكر. يعني احنا لما ترتبنا طلعنا الدوري الاخير، الاخير، كل دوريات الدنيا قبلينا، وانت الاخير، انت الفاشل، انت الساقط. ليه؟ لانه مفيش منافسه، مفيش عداله، مفيش حكم، مفيش قرار، مفيش منطق، مفيش اي حاجه. في الاخر الساده قالوا ايه؟ قالوا والله احنا ملناش دعوه بالموضوع ده، روحوا شوفوا. او هو اصل الاهلي عنده عذر قهري. ايه العذر اللي بيجي للاهلي؟ العذر اللي جه للاهلي هو ايه؟ انا اول مره اسمع الحكايه دي. كان في زلزال، كان في سيل، كان في بركان، كان في ديناصور، انما لا، في حاجه غير ده كله. في ان الاهلي والله العظيم 3، انا ما كان عندي، وانا قلت لكم الكلام ده الاسبوع اللي فات، ما فيش عندي اي يعني احساس انه كان هناخد ال3 نقط التانيين دول. ده انت يا راجل جيت في ليله انت نفسك يا لجنه يا رابطه البتاع ده
طلعت قلت 3 نقط قبل و3 نقط بعد، وبعدين رحت راجع بعديها بيوم طلعت بيان بالليل وسحبته الصبح. هو في حاجه كده انه لا هم 3 نقط بس؟ حصل ولا ما انتوا كنتوش موجودين؟ حصل ولا ما كنتوش موجودين يوم الوقفه؟ هو انا بكلمكم على حاجه من ايام كابتن حسن شحاته وعلي خليل؟ انما بقدره قادر ان تحدث الاشياء زي كل مره ويفوز، ويطلع الاهلي يقول لك ايه؟ يقول لك لا ده احنا لسه عايزين نقدم تظلمات، احنا عايزين نعيد الماتش. لا، ونعيد الماتش ليه؟ حقيقي ولا مش حقيقي؟ حقيقي، حقيقي طبعا. تطلب اي حاجه، اطلب تلاقي 100 مليون فدائي. ليه؟ لا احنا عارفين ليه. يغيروا كده، يكتبوا كده فوق اللوجو بتاعهم، يكتبوا بالتحكيم والمجاملات، ويعملوا تحت هنا يرسموا شعار فوزي لاقجع. والله ده المفروض شعار الوداد المغربي ان شاء الله، يعني هيطبقوه من بعد مباراة العودة لما كمان يخسروا. تمام. من جانب اخر ضربات كثيره جدا من النادي الاهلي للوداد المغربي، ومفاجات وتفاؤلات عديده جدا. انا عايز اذكركم ان النادي الاهلي خلال نسخه 2012 امام الترجي التونسي هنا تعادل 1-1، وراح تونس فاز 2-1. ثم في مباراه الصفاقسي النادي الاهلي هنا اتعادل 1-1، وراح هناك فاز 1-0 في الدقيقه 92 بقدم محمد ابو تريكه في البطوله اللي جماهير النادي الاهلي عمرها ما تنساها. اقسم بالله اول تلت ساعه من المباراه ما يعدوا بسلام وامان على مرمى النادي الاهلي، ابصم لكم بالمليار ان البطوله دي خلاص. مبروك، مليون مبروك للنادي الاهلي. حد يقول لي مش شرط تلت ساعه والوداد ممكن يجي في الدقيقه 60 ولا 70، لا، اسمع مني، اول ما تعدي تلت ساعه مبروك للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي السنه دي مش زي السنه اللي فاتت، مش زي السنه اللي قبليها. فهو اول تلت ساعه بس النادي الاهلي مش هيمسك ولا كوره في اول تلت ساعه، ولكن بعد كده ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هيسجل، وممكن النادي الاهلي يفاجئنا ويسجل في اول تلت ساعه. ولكن بالنسبه للحماس المغربي والجماهير المغربيه هيكون لاعبي الوداد المغربي في اقصى حالاتهم البدنيه والنفسيه علشان يحرزوا اي هدف. لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لو الوداد المغربي احرز هدف من الدقيقه مثلا، تخيل مثلا الدقيقه 7، هيبقى باقي 83 دقيقه على نهايه الماتش. هتشوفوا 50 دقيقة المرأة الحامل بتقع، وهتشوفوا 7 دقايق الشماريخ بيرموا شماريخ في الملعب، وهتشوفوا 20 دقيقة الكور 50-60 كورة بتترمي في الملعب، وهتشوفوا 20 دقيقة تاني الجهاز الطبي بينزل بدون أي لاعب مصاب. أقسم بالله مهازل، ده ما بيلعبوش كورة في المغرب. أنا مش عايز أسأل سؤال بس، سيبك من الشعب المغربي وسيبك من ده وده، أنا بتكلم في الرياضة عموما يعني عشان ما حدش ياخدنا لسكه تاني. انتوا مش مكسوفين من نفسكم؟ يعني انا شفت لك صفحه الوداد، في صفحه كده عبيطه، واحد عقيم بيقول لك الحكم ابراهيم معتز الشلماني ظلم الوداد المغربي وما حسبش ضربه جزاء بتاعه دفعه علي معلول. يا ابني انت بجح ولا انت عايز تداري على الاخطاء الفادحه اللي عملها ضد النادي الاهلي؟ انت اكيد بتدعي المظلوميه علشان ما يسبب لكمش ضغط في مباراه العوده. بجاحه، اقسم بالله بجاحه، وهو عارف بس يقول لك ليه لا اعمل كده كده بحيث ايه، يقول لك اشمعنى الاهلي كذا فاحنا نبقى زي الاهلي بالظبط. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هياخد البطوله دي، وساعتها يبقى لكل حل حل. في تصريح كده لرئيس لجنه الحكام المصري عصام عبد الفتاح، رئيس لجنه الحكام السابق وليس الحالي قال ان باملك تسيما مش اخر مباراه ليه، مش هيعتزل، في عقد ممتد مع الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف انه معاه سنه قدام. وقال من ضمن تصريحاته ان لعبه يحيى عطيه الله في منتصف ملعب النادي الاهلي لم يكن يجري امام المرمى مباشره، فاذا كان يركض امام المرمى كانت النتيجه مختلفه وكان يبقى طرد، انما دي انذار. اعتبر يا عم ماشي هنسيب دي انذار، طب وضربتين الجزاء اللي لم يحتسبا او لم يحتسبوا ازاي؟ انا مش فاهم بصراحه. عموما النادي الاهلي باذن الله يجب عليه ان يهاجم في مباراه العوده. هتدافع هتستقبل هدف، انا بقولها من دلوقتي، هتنزل تدافع هتستقبل هدف مليار في المية، وش هتدافع هتستقبل هدف في الدقيقه 20 30 40 50 هتستقبل هدف، فانت لازم تنزل تهاجم. لو نزلت هاجمت اقسم بالله العلي العظيم 3 النادي الاهلي هيسجل في قلب المغرب، في قلب الجماهير.
ما ينفعش الوداد المغربي يدخل هدف وبعدين نجرب. اصل في سيناريوهين، اي فريق في مباراه خارج بلده بيلعب بسيناريوهين، السيناريو اللي هو يفضل يدافع، والسيناريو الثاني اللي هو لو دخل في هدف يستخدم السيناريو الثاني اللي هو الهجوم. لا احنا ما نستناش، احنا لازم نهاجم من البداية.